السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل فيه تورتاية، هعملها بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة خالص، وهتطلع جميلة جدا زي ما انتم شايفين، وارتفاعها ما شاء الله. النهاردة عيد ميلاد بنتي فقلت افرحها واعمل لها تورتاية جميلة جدا ما شاء الله، وبمقادير سهلة وبسيطة. اول حاجه هنبدا بيها هي طريقه عمل الكيكه. تمام، الكيكه هنا انا هعملها بدقيق الاسبونج زي ما حضراتكم هتشوفوا. اول حاجه هستخدم 5 بيضات بدرجه حراره المطبخ او من التلاجة عادي جدا. على فكره انا بعمل الكيكات على طول لما بكون مستعجله وبطلع البيض من التلاجة، والله العظيم الكيكه بتكون جميله جدا ومفيهاش اي غلطه. فعادي جدا لو انت مش مستعجله هنطلع البيض عادي من التلاجة وهنستخدمه عادي جدا. تمام، انا هنا كان البيض بدرجه حراره المطبخ علشان لسه كنت مشتريه من السوبر ماركت على طول. وهضيف 2 كيس من الفانيليا علشان تضيع لي زفارة البيض. وهضيف نص كيلو دقيق اسبونج. في الخطوة دي لازم الدقيق ننخله كويس جدا جدا، لان بيكون في الاخر فيه تكتلات، اللي هو بيكون تكتلات السكر واللي هو الكاكاو الخام والحاجات ديت. تمام، فلازم ان احنا نحلله كويس جدا زي ما انتم شايفين. بالنسبه لدقيق الاسبونج لو انتوا عايزينه بالشوكولاته تمام زي ما انا عامله، لو انتوا عايزينه بالفانيليا برضو تمام، هي نفس الطريقه وهي نفس المقادير والمكونات بالظبط. تمام، انا هحلي دي زي ما انتم شايفين. انا هنا هستخدم نص كيلو كامل. تمام، لو عايزين تقللوا يبقى هنقلل في كمية البيض، عايزين نكتر يبقى هنكتر في كمية البيض، وهكذا. تمام، شايفين التكتلات اللي في الدقيق في الاخر دي بتبقى يعني مش حلوة خالص في العجينة، وفي نفس الوقت بتخلي الكيكة هابطة. تمام، وهضيف نص كوب مية من الحنفية عادية خالص. تمام، وهحط المكونات كلها في البولة وهضربها كويس جدا جدا في العجان. لو مش متوفر عندكم العجان او مش موجود هنستخدم المضرب الكهربي، ما ينفعش نستخدم ايدين او المضرب اليدوي. تمام، لان بيكون فيه فوم تقيل تقيل زي ما انتم شايفين. انا هنا بعليه على السرعه الثالثه الاول لحد ما المكونات تتخلط الاول، وبعدين هعليه على اعلى سرعه عندكم لحد ما يعمل قوام فوم تقيل زي ما حضراتكم هتشوفوا. تمام، انا هنا سبته لمده 10 دقايق ما فصلتش العجان خالص. تمام، على سرعه عاليه، وده القوام بتاعه ما شاء الله. كل ما بنضرب فيه كتير كل ما القوام بيتقل وفي نفس الوقت بيتضاعف حجمه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ده القوام بتاعه جميل جدا ما شاء الله وتقيل جدا زي ما انتم شايفين، واللون بتاعه بيتغير لان هو اصلا كيكه بتكون كيكه شوكولاته. تمام، بالنسبه للدقيق الاسبونج انا اشتريت النص كيلو ب35. الفانيليا والكاكاو هما الاتنين سعر واحد. تمام، هوريكم دلوقتي الحله اللي انا هستخدمها في طريقه الكيكه دي. حله، تمام، الحله اللي هي السلستين، انا شلت الايدين بتاعتها علشان ما تسيحش في النار. حله المقاس ديت بتكون 20، ممكن تستخدموا 22 وممكن تستخدموا 24. بس كل ما الحله بتكبر معاكم او الصينيه بتكبر معاكم كل ما الكيكه بتبقى السمك بتاعها قليل. انا هنا عشان الكيكه محتاجاها السمك بتاعها عالي عالي يعني، فاستخدمت الحله اللي هي مقاسها 20 زي ما انتم شايفين. هنزل كل القوام زي ما حضراتكم شايفين، ده القوام بتاعها ما شاء الله. هسوي الوش من فوق وهخبطها خبطتين علشان اخرج فيها اي هواء موجود في الكيكه من جوه. دي الخطوه دي مهمه. وبالنسبه للحله، الحله دي انا دهناها دهنه كويسه من الزيت ومبطناها من الدقيق ومولعه الفرن لمده 10 دقائق تسخن، وهدخلها على درجه حراره 160 لحد ما تستوي. هنعمل دلوقتي صوص الشوكولاته. عندي كوبايه صغيره من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، وهضيف لها معلقتين كبار من كريم الشانتيه الخام، وبعدين هقلبهم على البارد لحد ما كريم الشانتيه يدوب تماما. الخطوه دي مهمه ان احنا نقلبها على البارد علشان لو قلبتوها على السخن هيكلكع منكم. انا هنا حطيتهم على العين الصغيره على النار وهبتدي اقلب لحد ما يبتدي يغلي معانا. في الخطوه دي لازم يغلي معانا زي ما انتم شايفين. انا هسيبها على النار لحد ما تبتدي ان هي تغلي. عندي باكت شوكولاته اللي هي سما، هستخدم منه باكت الا ربع. تمام، وهسيب ربع من الشوكولاته هقول لكم هعمل بيه ايه. هنا القوام بدأ يغلي معانا، هنزل بالشوكولاته. انا استخدمت باكت الا ربع زي ما انا قلت لكم، وربع الباكت التاني انا هقول لكم هعمل بايه. تمام، هقلب الشوكولاته كويس جدا لحد ما تسيح تماما زي ما انتم شايفين. اهم حاجه النار تكون هاديه في الخطوه دي لحد ما الشوكولاته تسيح تماما وتبقى لونها جميل زي ما انتم شايفين. اول ما تبتدي ان هي تغلي هضيف معلقتين كبار من الزيت، زيت يكون نوع حلو. لو مش متوفر الزيت هنضيف معلقه كبيره من السمنه، لو مش متوفره السمنه هنضيف مكعب من الزبده. تمام، انا في الخطوه دي هطفي النار وهسيبه لحد ما يبرد تماما. هنجهز دلوقتي مع بعض الكريم الشانتيه. عندي كوبايه من كريم الشانتيه الخام، هضيف عليه نص كوب من السكر الابيض او الناعم حسب الموجود، وهضيف كيس من الفانيليا، وهضيف كوب ميه تكون متلجه بنفس الكوبايه اللي احنا عيرنا بيها كريم الشانتيه،
وهنضرب المكونات كويس جدا في العجان اول ما اضرب الكهرباء. في الخطوه دي ما ينفعش معانا اللي هو المضرب اليدوي، تمام. انا هفضل اضرب فيه لحد ما يبقى معانا كريمه زي ما حضراتكم هتشوفوا. هو بالكتير بياخد معاكم ربع ساعه وبيبقى ده القوام بتاعه. اهم حاجه ان احنا نضيف المكونات تكون مظبوطه. ده القوام بتاعه ما شاء الله. في الخطوه دي لو انتوا عايزين الكريم الشانتيه بتاعكم يكون ابيض، تمام. لو انتوا عايزين يكون فيه صوص شوكولاته، برضو هنضيف 3 معالق كبار من صوص الشوكولاته اللي احنا هنزين بيه التورتايه اللي انتوا شفتوه دلوقتي. وهضرب برضو المكونات مع بعض لمده دقيقتين لحد ما الصوص يدوب معانا مع الكريم شانتيه زي ما حضراتكم شايفين. هوريكم دلوقتي القوام واللون بتاعه. هو مش هياخد وقت معاكم طالما انتوا مستخدمين العجان او المضرب الكهربي. ده القوام بتاعه ما شاء الله، وده اللون بتاعه زي ما انا قلت لكم. لو عايزين الكريم شانتيه يكون ابيض، تمام. عايزين يكون بالشوكولاته برضه اللي يريحكم، تمام. ده شكل القوام بتاعه. اهم حاجه في الخطوه دي ان احنا ندخله التلاجة ما يقلش عن ربع ساعه، تمام. عشان كل ما القوام بيكون تقيل كل ما هيمسك معانا في التورتايه، تمام. انا هدخله التلاجة لمده ربع ساعه وبعدين هوريكم شكل الكيكه دلوقتي عامل ازاي. انا خرجت الكيكه من بدري، بقالها دلوقتي اكتر من ساعه زي ما انتم شايفين. وده شكل الكيكه ما شاء الله، جميله جدا، ما خدتش وقت خالص في الفرن. اهم حاجه ان احنا نسخن الفرن كويس جدا ونحط اللي هو الشبكه بتاعه الفرن على الرف الاوسط، تمام. شايفين الكيكه مش لازقه خالص. انا ما استخدمتش ورق زبده ولا اي حاجه خالص. انا كل اللي استخدمته في الحله ان انا دهنتها دهنه كويسه من الزيت وبطنتها من الدقيق. وده شكل الكيكه وده القوام بتاعها وده الارتفاع بتاعها، تمام. كل ما بنقلل في حجم الحله كل ما التورتايه بتكون عاليه معانا. لو هنكبر في الحله يبقى التورتايه هيكون السمك بتاعها رقيق حسب ما انتوا عايزين، تمام. انا هنا هبتدي ان انا اقطع الكيكه زي ما حضراتكم شايفين. في الخطوه دي اهم حاجه السكينه تكون معانا مشرشره. لو مش موجوده السكينه المشرشره ديت هنستخدم الفتله عادي جدا. هنستخدم ازاي الفتله اللي احنا بنخيط بيها ديت؟ هنعلم بالسكينه وبعدين هنحط الفتله وهنشد وهتطلع معاكم مظبوطه 100%، تمام. انا هنا بحدد وبعدين بقطعها. بالنسبه للتقطيع لو انتوا عايزينها اكتر في الطبقات اكتر من كده، تمام. لو انتوا عايزينها تقسموها على 4 زي ما انا عامله بالظبط زي ما انتوا عايزين برضو، تمام. انا هنا التورتيه بتاعتي بتتقسم على 5 بس انا قطعتها على 4. شايفين سمك الكيكه عامله ازاي؟ ما شاء الله جميله جدا وهشه وطريه وما فيهاش اي غلطه خالص زي ما حضراتكم شايفين. انا بحب الكيكه تكون يعني صغيره خالص عشان ايه تتاكل كلها كده. انا ما بحبش التورته تكون حجمها كبير علشان ما يزيدش منها، يعني ايه لما بتبيت الطعم بتاعها بيتغير تماما. ده شكل التورتيه معانا ما شاء الله، او شكل الكيكه زي ما انتم شايفين. انا قطعتها على 4 وهنبتدي نشتغل. بس هنضف المكان الاول. كل ما بشتغل كل ما بنضف المكان علشان اشتغل على ايه، على نظافه. هحط برضو الكيكه كده قدامي علشان ابتدي ان انا اشتغل. اول قطعه انا قطعتها في الكيكه هي اللي هحطها من تحت خالص، تمام. بس هنضف الطبق الاول. وده شكل كريم الشانتيه بعد ما سبته في التلاجة لمدة ربع ساعة ما تقلش عن كده. بعدين هضيف معلقة من كريم الشانتيه في الطبق زي ما انتم شايفين. الخطوة دي مهمة علشان الكيكة لما نبتدي ان احنا نضيف لها الكريم الشانتيه ما تتحركش مننا، تمام. هضيف اول طبقة من الكيكة زي ما انتم شايفين. وبعدين عندي كوباية صغيرة من المية اللي هي ميه عاديه خالص من الحنفيه. ضفت لها 3 معالق كبار من السكر، دوبتهم كويس جدا. وبعدين هبتدي ارش على الكيكه. بتدي تروق جدا وبتدي هشان خفيف للكيكه وبتخلي الكيكه طريه جدا. هي مش محتاجه ولا الكيكه خالص، بس على الخطوه دي مهمه وخلاص، تمام. عايزين تستغنوا عنها تمام. عايزين تضيف اي صوص موجود عندكم بيطر معاكم الكيكه برضو حسب ما انتوا عايزين. هبتدي دلوقتي ان انا اغطي الكيكه بالكريم الشانتيه زي ما انتوا شايفين. بالنسبه للخطوه دي لو مش هتعرفوا تستخدموا المعلقه في توزيع الكريم شانتيه، هنجيب اللي هو الكيس الحلواني وهنعبيه كريم شانتيه وهنبتدي ان احنا ايه نضغط عليه وهننزل كريم شانتيه عادي جدا. في الخطوه دي اصلا مش مستاهله والله. هي هتاخد برده شويه من الكريم شانتيه وهوزعه بالمعلقه زي ما انتم شايفين. وهضيف الطبقه التانية زي ما انتم شايفين. بالنسبه للثلاث طبقات اللي هم التانيين اي طبقه حباها يعني حابه تحطيها حطيها عادي جدا. هم الثلاث طبقات متساويين والثلاث طبقات يعني نفس المقاس. فاي طبعا انت حباها تحطيها حطيها عادي جدا. بس اهم حاجه اول طبقه احنا قطعناها هي اللي هنحطها من تحت خالص، تمام. بعدين هضيف شويه من الميه بسكر اللي احنا عملناها مع بعض. وبعدين هضيف كميه من كريم الشانتيه. في الخطوه دي عايزه تكتري من كريم الشانتيه تمام، عايزه تقللي حسب ما انتوا عايزين. وبالنسبه لو انتوا عايزين تضيف اي حشو موجود عندكم تمام، زي مثلا الشوكولاته الشيبس او الفواكه المجففه او اي حشو موجود عندكم هنضيفها عادي جدا. بعدين هضيف الطبقه الثالثه وهضغط عليها علشان تلزق في كريم الشانتيه. ولو في زياده في الكريم الشانتيه يطلع ايه من الاجناب زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين هضيف شويه من الميه بسكر اللي احنا عملناهم مع بعض، او الصوص يكون خفيف موجود عندكم. اي حاجه موجوده عندكم برضه هنزق بيها الكيكه عادي جدا. وبعدين هضيف كريم الشانتيه.
بالنسبه لكميه الكريم الشانتيه حسب ما انت عايزه تكتري تمام، عايزه تقللي تمام، يعني الكريم الشانتيه ده يرجع لكم انتوا. تمام. هضيف الطبقه اللي انا محتاجاها وبعدين هوزعها كويس على الكيكه زي ما انتوا شايفين. في الخطوه دي مش مهم انكم انتوا تسووها، يعني حطوا على قد الكميه وخلاص على كده، بس نوزعها علشان لما نضيف الرق الرابع اللي هو من الكيكه تبقى مظبوطه. تمام. انا هضيف هنا الطبقه الرابعه زي ما انتوا شايفين وهقلبها وهضغط عليها علشان تبقى مظبوطه معانا. شايفين الكيكه بقت عامله ازاي؟ جميله جدا ما شاء الله. بس هنضف مكاني الاول علشان اشتغل على نظافه. ده شكل التورتايه معايا. هنبتدي دلوقتي ان انا اغطيها من كريم الشانتيه. طبعا كريم الشانتيه بتاعي اللي انا عاملاه جميل جدا. قوامه تقيل زي ما انتم شايفين، المكونات مظبوطه وهتكفي معاكم وزياده كمان. يعني كوبايه الكريم الشانتيه هتغطي معانا التورتايه كلها من بره ومن جوه، وهيزيد منها كمان. هبتدي ان انا اوزع كويس جدا من فوق. اهم حاجه ان احنا نوزع الكريم الشانتيه من فوق ونظبطه على قد ما نقدر. تمام. وبعدين هضيف كريم شانتيه في الجناب وهسويه زي ما انتم شايفين. على فكره طريقه تزيين الكيكه والله طريقه سهله جدا وبسيطه والله، وهتبقى مظبوطه جدا للمبتدئين. على فكره اي حد يعملها، اي حد لسه اول مره هيدخل المطبخ هيعملها بسهوله. على فكره انا والله العظيم ما كنتش بعرف اعملها، عملتها بكل سهوله زي ما انتم شايفين. يمكن تقريبا دي تالت تورته اعملها وهتشوفوها ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، وهتشوفوا الشكل النهائي للتورته جميله جدا وهتكلفكم ارخص بكتير من اللي بره. يعني انا رحت علشان اشتري تورتايه لبنتي علشان عيد ميلادها، راح قال لي عامله 350 الصغيره اللي انت شايفينها ديت، والكبيره عامله 400 جنيه. انا بصراحه استغلتها لانها غاليه جدا، ورحت عندي بتاع مستلزمات الحلويات واشتريت نص كريم شانتيه نص دقيق سبونج اللي هو بالشوكولاته، واشتريت والله ب30 جنيه كريم شانتيه، وعملت احلى تورتيه زي ما حضراتكم شايفين من غير تكلفه خالص، من غير تعب ولا حاجه زي ما انتم شايفين. عندي السكرابر هسوي بيه كريم الشانتيه ده جميل جدا. انا عندي 3 اشكال منه، انا اشتريتهم ب10 جنيه، 3 جمال جدا بيساووا معانا التورته وبيساووا معانا كريم الشانتيه زي ما انتم شايفين. هنبتدي ان احنا نسويها. طبعا السكرابر ده بيكون فيه في الجنب ده مشرشر بسيط والجنب التاني بيكون مشرشر كتير زي ما انتم شايفين. هنبتدي ان احنا نوزع الكريم الشانتيه زي ما انتم شايفين وهنسويه على قد ما نقدر. انا هنا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الكريم الشانتيه متساوي معانا زي ما انتم شايفين. هو والله مش هياخد وقت معاكم خالص زي ما انتم شايفين بالظبط. وده شكلها ما شاء الله. انا هنا خلاص مش هسويها اكتر من كده، هي كده مظبوطه الحمد لله جهزت معانا. هجيب بس منديلين وهساوي الطبق معانا زي ما انتم شايفين، وهشيل اي زيادات من الكريم الشانتيه وهدخلها الفريزر لمده ساعه مش اكتر من كده. تمام. وبعدين هرجع لكم تاني. انا سبت التورته في الفريزر لمده ساعه كامله. تمام. لحد ما الكريم الشانتيه جمد تماما في الكيكه زي ما انتم شايفين. هنبتدي دلوقتي ان احنا نزينها. انا عندي صوص الشوكولاته سبته لحد ما برد تماما، بعدين عبيته في كيس الحلواني اللي هو استخدام مره واحده، وهبتدي ان انا ازين التورته زي ما انتم شايفين. بالنسبه لطريقه التزيين حسب ما انتوا عايزين، اهم حاجه في الاول والاخر ان احنا نعمل الكيكه تكون مظبوطه، وبعد كده التزيين هيكون سهل وبسيط. طبعا احنا كلنا ستات شاطرين وبنقدر نزين بالطريقه اللي احنا حابينها واللي احنا عايزينها وبمكونات موجوده عندنا في البيت. تمام. انا عندي شويه من الكريم الشانتيه زادوا معايا، فانا قلت اعمل بهم ورود صغيره كده على الوش من فوق، فانا حطيتهم برضو في الكيس اللي هو استخدام مره واحده. انا بجيب الكيس على بعضه وبيكون فيه 5، جايبها ب10 جنيه، يعني الكيس حوالي ب2 جنيه زي ما انتم شايفين. وبعدين حطيت فيه شويه من الكريم الشانتيه وعملت ورود على الوش من فوق زي ما انا قلت لكم. طريقه التزيين ترجع لكم انتوا. تمام. وعندي برضو شويه من الكريم الشانتيه هعمل برضو ورود صغيره على الكيكه من تحت خالص زي ما انتم شايفين. اي طريقه تزيين حابين هعمله، اي كميه فاكهه عندكم موجوده تقدروا تستخدموها. هنا طريقه التزيين حسب ما انتوا عايزين. تمام. وترجع برضو لكم انتوا. تمام. علشان التورته بتاعتك تطلع مظبوطه وتطلع هشه وخفيفه جدا ومش مكتومه، لازم تمشي على نفس المقادير وعلى نفس الخطوات. في ناس كتيره بتستخدم المقادير والخطوات زي ما انا عملت بالظبط، بس الكيكه بتطلع في الاخر هابطه. ليه؟ لان طريقه التسويه كانت طريقه غلط من الاول. ايه الطريقه الصح؟ ان احنا وشغالين في المكونات بتاعتنا او احنا وبنعمل في الكيكه لازم نسخن الفرن على درجه حراره 180، وهنحط الشبكه على الرف في النص. تمام. واول ما نجهز الكيكه معانا ندخلها الفرن وهنهدي النار على درجه حراره 160 وهنسيبها لحد ما تستوي تماما، وما نفتحش الفرن عليها خالص، لانكم لو فتحت الفرن قبل ما الكيكه تستوي هتهبط منكم وفي نفس الوقت هتكون معجنه من جوه. تمام. في ملحوظه مهمه برضه هنتكلم فيها، لما تروحي تشتري من عند العطار دي السبونج حاولي تشتروا نص كيلو يكون مظبوط، لان هم ساعات بيكتروا في الكميه وبيقللوا في الكميه، علشان كده المكونات كلها بتبوظ منك لما تضربها في العجان. تمام. انا في صوص الشوكولاته استخدمت باكت الا ربع، والربع التاني انا سخنته على حمام بخار وحطيته في قلب السيليكون اللي انتوا شايفينه ده.
لو مش موجود قالب السيليكون ممكن تعملوه في المكعبات اللي عندكم بتاعة التلاجة عادي، او اي اشكال موجودة عندكم تستخدموها. ممكن تبشروها بالمبشرة عادي جدا وتضيفوها على الوش من فوق برضه هيديها شكل جميل. تمام. شايفين شكل التورته عامله ازاي؟ جميله جدا ما شاء الله، وما خدتش وقت معانا خالص. انا رحت علشان اشتريها لقيت سعرها غالي جدا. انا كل اللي كلفني على بعضيه زي ما انتم شايفين كلفتني 125. جبت نص دقيق سبونج ب35 وباكت شوكولاته ب35. هو اصلا كان عندي والله العظيم من الاول، بس انا قلت لكم على سعر عشان تبقى عارفه ان تكلفه التورته قد ايه. وجبت 30 كريم شانتيه، وجبت 5 بيضات ب25. شايفين التكلفه كانت سهله جدا وبسيطه، احسن من بره بكتير. يعني حرام انك انت تروح تشتري تورتايه ب 350 ولا 400 جنيه، حرام والله كتير جدا. طب ما نعملها احنا في البيت، سهله وبسيطه وغير مكلفه خالص، وكفايه نظافتها، وكفايه ان انت اللي عاملاها بايدك في البيت، وهتطلع جميله وشكلها تحفه وطعمها في حته تانية خالص. جربوها والله وان شاء الله هتعجبكم، ومش هتبطلوا تعملوها تاني. هيطلع شكلها جميل جدا، طعمها وريحتها في حته تانية خالص. وبكده فيديو النهارده يكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.